هم اليوم يخوضون أشرس المعارك ضد الإرهاب والمجموعات الإرهابية المسلحة. الغارة الإسرائيلية على سوريا توتر المشهد الإقليمي، وواشنطن تحذر دمشق من نقل أسلحة إلى حزب الله، وسوريا تتوعد. ما نهنئ أهل حلب بالانتصار، ومنهنئ الجيش العربي السوري بالانتصار اللي قدموه. يوجد أي ردود فعلية حول الضربة الإسرائيلية التي تحدثت عنها وسائل الإعلام؟ والله محيي الجيش، ولولا الجيش متنا وما حسنا قعدنا هون ولا حسنا اشتغلنا، حتى هي القهوة ما حسنا شربناها لو مت. إسرائيل المباشر العمق السوري ينقل التوتر الإقليمي إلى حافة الانفجار. بعد 16 طلعة جوية خلال ساعات قليلة فوق الأجواء اللبنانية، فاجأت المقاتلات الإسرائيلية فجرا قافلة سلاح سورية كانت متجهة إلى داخل لبنان. تحقيق الانتصار الكبير في مدينة حلب هذا إن دل يدل على حكمة وشجاعة من القيادة السورية.